السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقات جديدة وسفيرة جديدة. خلينا نشوفوا منيو حلقتنا اليوم اللي بإذن الله حيكون زي العسل. مقلوبة طايبة كلها مع بعضها تبارك الرحمن. خبيزة السبانخ زي الريشة تبارك الرحمن والحشوة متاعها تهبل. مع سلطة وشريبة نكملوا سفرتنا مع تويسة مشروب يمسح على الكبد. وصفتنا الحلو اليوم كيكة باردة بالغلال زي العسل. عندنا هنا الحلويات تبارك الرحمن. نشوفوا اليوم المعسل، يا سلام المعسل وحلاوته في رمضان ما شاء الله. وعندنا هنا كيكات تبارك الرحمن عليهم. وبما أن مشترياتنا واتية خلينا نبدو في وصفتنا. عندي فخاد دجاج مخلية من العظم، غسلتها كويس ونظفتها، وتعالوا نديروا بها المقلوبة متاعنا. نحطوا هنا فخاد الدجاج أول حاجة، معاهم نصبوا مية ومرقة دجاج تزيد تعزز النكهة هنا تغنينا عن الملح. نحطوا مكعبين وبصلة وطماطمة وبهارات الرز الصحيحة ونخلوها تطيب عليه راحتها. وبعد ما طابت وهبز الدجاج تعالوا نديروا الرز. عندي هنا رز حبة مكركبة، تقدروا تستخدموا حبة طويلة ولكن الأحلى والأبن بالحبة المكركبة. حنحطه نص كيلو ونعطيه غسلة على الخفيف. في طنجرة ننزل بالطماطم أول حاجة، حنديروها المرة هي على البارد أو إن هي تطيب في الطنجرة مع بعضها. ونحطوا معاه شرايح من البصل بسم الله. أهم حاجة قعر الطنجرة يبدأ كله معبي كأنه ضولمة ولا هيك. بعدها نحطوا الدجاج ونستفوا البتنجال بطريقة هي على طول الطنجرة. وبعدها نحطوا البطاطا، طبقة كاملة من البطاطا المقلية والرز المغسول 5 دقايق وبعدين حطيناه. ونحطوا بعدها المية، أهم حاجة نصفوها بسم الله ونسكروها بالطريقة هذه ونغطوا عليها. ولما نغطوها نقصوا عليها النار هلبة. في طاوة على النار نحط شوية زبدة باش نديروا خبزات السلك ولا السبانخ متاعنا. بعدها عندي هنا سبانخ مجمد نحيت لميته نحطه في وسط الزبدة. وعندي بصل دابل، لو البصل مش دابل حطوه هو الأول يدبل في الزبدة وبعدين حطوا له السبانخ. ونزيدوا فوقها الملح والفلفل الأسود وبعد ما طاب هنا السبانخ والبصل نحطوهم في الصينية ونضيفوا عليهم قالب من الجبنة الكريمية بسم الله. تبي هلبة جبنة الأكلة هذه وحلاوتها تجينا ملزلزة ومعبية نكهات. وما ننسوش جبنة موتزاريلا مبشورة، أنا بستخدمها حيوانية، وشوية من السماق بسم الله يعطينا لدعة وبنة جنينة جنينة. ونخلطوا المكونات كلها مع بعضها وهيك حشوتنا واتية. وناخدوا هنا دقيق متعدد الاستخدامات، نحط منه كيلو، ولو عيلتكم كبيرة ديروا كيلو كامل، ولو عيلتكم صغيرة ديروا نص كيلو. نحطوا كشيكين كبار مكومات من السكر بسم الله. ونحطوا كشيكين كبار من الخميرة بسم الله. نحطوا بياض دحية والصفار بنخلوه للدهن، معها الملح وما يعجنها حليب. ما ننسوش كشيكين من الزيت، هذا الكشيك الأول والثاني، ونحطوها تعجن في العجانة لين تولي عندنا عجينة ونخلوها تخمر على جنب. وعندي هنا عجينة خامرة واتية نكسر لها خميرتها بسم الله. ونرشوا الدقيق باش نطرحوا العجينة، نبيها طويلة طول، هذا علاش درتها بالطول. نديروا لها الدقيق ونبدو نفردوا فيها على طولها ونقعد نطرح فيها بالطول لين تنفتح عندنا كاملة. بعد ما فردتها وقصيت الحواف توا نقعد من هنا نجرح فيها بالطريقة هي بسم الله. ونحط الحشوة في النص لو تخافوا ان الحشوة تطلع معناها ديروا لها دحية تشدها. ونقعد هيك نقيم الحواف ونلفوها بشوية بشوية بسم الله. نلفوها بالطريقة هي وبعدين ناخد طرف ونبدأ نسكرها بالطريقة هي، نضغطه ونسكره ونضغطه ونسكره.
وبعدها نبدأ نقصوها بالطريقة هي. بسم الله، كلهم يجونا حجم واحد. وبعدها عندي هنا صفار دحية مديت لها شوية حليب، ندهنوها بها كويس. أهم حاجة نخلوها تخمر، خليتها تخمر شوية وبعدين دهنتها. ونحطوا لها شوية من حبة البركة ولا جلجلان حسب اللي انتو عندكم، ورشة من السماق يعطيها لون وبنة. وندخلوها الكوشة على درجة حرارة 180 لين تطيب وتتحمر. وأول حاجة الحلو متاعنا كيكة باردة، نحطه هنا الحليب. بسم الله، وظرف من الكريم كراميل. بسم الله، لازم نختاروا نوعية كويسة. وكشيك من النشا، وزوز كواشيك من السكر. بسم الله، ونقعدوا نحركوا المكونات كلها مع بعضها لين يختر معنا. ولحشوة الغلال عندي هنا توت بري. بسم الله، وتوت أسود. بسم الله، ومعها التوت الأحمر. بسم الله، نحطوا لهم شوية سكر ونخلوهم لين يتكرملوا. وأول ما بدت تغلي تتكتف عندنا هيك الخلطة متاعنا الأولى واتية، نسكروا عليها النار. بسم الله، عندي هنا كريمة متاع خفق أو كريم فريش، نحطوا منها كمية لا بأس بيها ونضربوها كويس. بسم الله، نحطوا هنا نشا ومية، وأول ما ياخد غلوة هيك حيتكتل عندنا ويبدأ عندنا صوص واتي. وفي صينية فيها حليب باش نغمسوا فيها البشكطي، نبدو نغمسوا في البشكطي في الحليب ونحطوه طبقة. بعدها عندي هنا زبدة بشكطي دوبتها شوية في وسط الميكروويف ونصبوها في طبقة أولى. بسم الله، وفوقها نحطوا طبقة تانية من البشكطي، بشكطي الشاهي العادي، محلاها ريحتها بالقرفة، زبدة البشكطي لذيذة لذيذة. وللطبقة الثانية حناخد من الكريمة اللي خفقناها، بنحط لها زبدة فستق دوبتها شوية في وسط الميكروويف، ونحركوا المكونات كلها مع بعضها لين تولي عندنا كريمة فستق. ونحط الطبقة الثانية، ونحط طبقة بشكوتي تانية، وعندنا طبقة المحلبية بالكراميل بنحط فوقها شوية كريمة ونحركوها. بسم الله، وننزلوا بعدها طبقة الكستردة. بسم الله، ونحطوا فوقها آخر حاجة طبقة الغلال. بسم الله، وندخلوها توا الثلاجة ولا الفريز لين تشد روحها وتبرد. وخلي نزينوها بالفراولة بعد ما بردت عندنا، ومن النص نحطوا باقي الغلال اللي حولناهم باش نخلوهم للزينة. بما أن دنيتنا ولت في حالة فقلت خلي ننظف بمنظف متعدد الاستخدامات وبعدين نكملوا عقب وصفاتنا. وبعد ما كملنا تطيبنا وحوستنا توا جاي وقت العباية والشاربة باش نغسلوها بصابوننا الفايح اللي ينحي أي بقعة عنيدة ممكن تقابلكم. وهذه كانت سفرتنا اليوم، إن شاء الله استمتعتوا واستفدتوا منها، ونتلاقوا في وصفات جاية، والسلام عليكم.